السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. النهارده جايه لكم بوصفة حلوة جدا. هنعمل الكسكسي مع بعض، بس ولا على البخار ولا بالكبة ولا كل شوية بقى نقعد نفركه نرجع نحطه على البخار من تاني والشغلانة دي. هنعمله واحنا واقفين كده على النار بطريقة سهلة وبسيطة. انا شفتها في قناة اسمها وصفات صبوحة، عجبتني الفكرة وقلت ننفذها سوا. يلا بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف عملنا الكسكسي الحلو ده ازاي. جبت هنا معلقة من السمنة، سبتها لحد ما ساحت. خلاص مش هتتقدح، يا دوبك بس هتسيح، وهنزل عليها بكوباية من السميد. بس بقى يا جماعة، الطريقة دي عايزة تقليب كتير قوي، او طول ما انت واقفة تقلبي ما تسيبيش العين وتمشي، خليكي واقفة جنبه وافضلي قلبيه، لان لو سبتيه هيشيط من تحت ويتحروق. فانت لازم طول ما انت واقفة عليكي وعلى التقليب. طبعا احنا هنشوف دلوقتي السمنة هتسيح، وهنزل بمعلقة من السميد، هشوحه الاول كده مع السمنة، طبعا عشان يطلع الرطوبة اللي فيه، قد مثلا 5 دقايق. وارجع انزل بكوباية من المية. هو اخد مني كوباية ونص من المية، وهبتدي ان انا اقعد اقلب بقى فيه لما اقول يا بس. يعني مش هسيبه خالص، انا كنت بجيب نص كوباية المية التانية. طبعا انا في الوقت ده قلت الكسكسي باظ ومش نافع، ومن كتر التقليب زهقت. انتوا هتفضلوا تقلبوا، هو المشكلة كلها في التقليب، لكن هو طعمه حلو. وبس تاكلوه وهو سخن، يكون لسه نازل كده من على النار، وحبة السكر المطحونين، وتاكلوه بألف هنا وشفا. هنفضل بقى نقلبه كده زي ما انتوا شايفين. انا بوريكم المراحل، طبعا بياخد وقت، انا مسرعه الفيديو جامد وقصه منه كتير، لان هو بياخد له وقت كبير. تفضلوا تقلبوا بس شويه. الاول قلبت المعلقه الخشب ما نفعتش، رحت جايبه الاسباتيولا اللي انتوا شايفينها دي، وابتديت ان انا وراه كده زي ما انتوا شايفين اهو. هفضل اقلبه. وطبعا انتوا ايدك هتوجعكوا زي ما ايدي وجعتني، بس النتيجه كويسه مش وحشه. ان شاء الله تعجبكم. هو اخد له بتاع هنقول ايه تلت ساعة على النار زي كده، بس ما تغفليش عنه. طول ما انت واقفة تفضلي تقلبي، عشان لو زي ما قلت لكم سبتوه هيتلسوع من تحت وهيتحرق. ادي شكله هو بقى كسكسي، ما فيهاش كلام. ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة عشان الوصفة الجميلة دي، وتسيبوا لي تعليقاتكم الحلوة. جبت الطبق بقى وهنزل بالكسكسي. شايفين الجمال ده سميد بسبوسة على فكرة. اللي الكوباية اللي نزلت بيها دي كوباية سميد بسبوسة، هي كوباية عملت الكمية دي. وادي الشكل النهائي، جميل جميل، ان شاء الله يعجبكم. بصوا الجمال بقى ما شاء الله. وهحط عليه بقى السكر البودرة، وتاكلوه بألف هنا بألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله.